صحيت من نومي فجأة على صوت مراتي وهي بتتكلم في التليفون. كلامها عني كان جارح جدا. عمري ما كنت أتخيل إنها تطلع أسرار البيت برا. ولما واجهتها قالت لي أغرب رد سمعته في حياتي. أنا اسمي خالد، عمري 30 سنة، متجوز بقالي شهور بسيطة. لكن الحكاية بدأت وأنا قاعد عند والدتي وكانت روان واقفة معاها في المطبخ، وفجأة لقيت روان خرجت متعصبة ولقيتها بتقولي: لو سمحت يا خالد أنا طالعة شقتي. قلت لها باستغراب: إيه اللي حصل يا روان؟ مالك اتغيرتي فجأة كده ليه؟ بصيت لي بنظرة غريبة ما كنتش أعرف إيه سببها، ولقيت ماما قالت لي: يا ابني أنا ما قلتلهاش حاجة، كل اللي قلته لها إنها تستخدم غسول للأسنان وتهتم بشعرها شوية، ما قلتش حاجة غلط يعني. قلت لها: لا طبعا يا أمي، كلامك صح ومن باب النصيحة، والمفروض إنها تتقبله لأنك زي أمها. أنا هطلع أشوف في إيه وهنزلك تاني. ولما طلعت ورا روان قلت لها: تقدري تقوليلي إيه لازمة اللي انت عملتيه تحت؟ هي أمي قالت إيه غلط؟ أنا مش فاهم. ردت بدهشة وقالت لي: قالت إيه غلط؟ يعني انت مش عارف يا خالد؟ طب بما انك مش عارف فأنا هشرح لك. والدتك واقفة معايا في المطبخ عمالة تقولي إن الست الشاطرة ما ينفعش تسيب مواعين في الحوض، الست الشاطرة ما ينفعش تسيب شعرها منكوش قصاد جوزها، والست الشاطرة لازم تظبط معدتها. حتى دي يا خالد قلتها لها؟ ده انت ما سبتش حاجة ما قلتهاش. انا مش فاهمة انت ازاي بتقدر تطلع اسرار البيت بالشكل ده. وبعدين انت عارف اني بعالج معدتي واسناني، يعني انا مش مهملة في الموضوع. رديت وقلت لها: انت ليه مكبرة المواضيع قوي كده؟ دي امي مش حد غريب، وانا اتعودت فعلا ان البيت يمشي زي الساعة. ده غير ان ما ينفعش اشوفك فعلا شعرك مش مظبوط، ولا ينفع اشم منك ريحة مش لطيفة. انتي ست، والمفروض انك مصدر سعادتي. وانا لما حكيت لماما قالت لي انها تتكلم معاكي وتنصحك. قالت لي وهي مندهشة: يا سلام، يعني بدل ما انت اللي تيجي تقولي على الحاجات اللي بتضايقك مني، تخلي والدتك هي اللي تنصحني. هو انت بتفكر ازاي؟ انا مش فاهمة. رديت عليها وقلت لها: وهو في احسن من امي تدخل ما بيننا وتعرفك الصح من الغلط؟ دي ست كبيرة ومرت بحاجات كتيرة قوي، ونصيحتها ليكي هتفرق معاكي بعدين. دي زي والدتك مش حد غريب. روان دخلت أوضتها من غير ولا كلمة، وأنا نزلت بعدها لوالدتي عشان ما تزعلش. ولما نزلت حكيت لها كل اللي حصل. كنت أنا وهي مستغربين إنها زعلت من حاجة زي دي. ولقيت ماما قالت لي: يا ابني هو أنت لو ما حكيتليش هتحكي لمين؟ ده أنت ابني الوحيد وصاحبي وأخويا. دي فاكرة إنك لما تتجوزها كده خلاص أخدتك من أمك ومن سرك، وكله يبقى معاها هي وبس. أنا مش فاهمة بنات إيه دول اللي عايزين الراجل بطوله من غير أهله، وكأنه مقطوع من شجرة. اسمع يا ابني، بعد كده بقى تعالى احكيلي زي ما انت عايز، لكن ما تطلبش مني ان انصح مراتك أبدا. دي مش قابلة النصيحة ومش عايزة تتعلم. ولما طلعت آخر اليوم لقيت روان لسه في أوضتها وساكتة. قعدت جنبها وقلت لها: حقك عليا، أنا ما كنتش أعرف إنك هتتضايقي من حاجة زي دي. ردت روان وقالت لي: دي مش حاجة عادية يا خالد، دي أسرار بيت، والمفروض محدش يعرفها مهما كان هو مين. إحنا مقفول علينا باب عشان نستر على بعض، مش عشان نفضح عيوب بعض. ولو في حاجة مضايقاك مني ابقى تعالى تناقش معايا فيها لو سمحت. وخلص الموضوع ومحدش فينا اتكلم فيه مرة تانية. وعدت الأيام وروان نسيت اللي حصل، وأنا زي ما أنا بحكي لأمي كل حاجة من باب الفضفضة. وطبعا هي كانت بتتضايق عشاني لو روان زعلتني في أي حاجة. وفي يوم رجعت من بره ولقيت روان بتتكلم في التليفون وبتقول: لا يا حبيبتي، ده خالد شكله جايب حاجات في إيده، باين عليها فاكهة ولا حاجة حلوة. أنا هشوف هو جايب إيه وابقى أحكيلك. يلا سلام. ما انكرش إني اتضايقت، وقلت لها: انت ليه بتحكي لمامتك أنا جايب إيه في بيتي؟ مش دي حاجة كانت بتضايقك برضو؟ ردت بهدوء وقالت لي: وإيه يعني لما أقول لها إنك مش مخليني عايزة حاجة؟ المفروض تفرح يا حبيبي إني بكبر بيك قصاد أهلي. سكت وعديت الموضوع عادي،
ونزلت بعدها بشوية عند أمي عشان أقعد معاها، أقعد وأحكي لها تفاصيل يومي زي كل يوم. ولما طلعت كنت عايزة أنام من كتر التعب، وفجأة صحيت من عز نومي على صوت روان وهي بتتكلم في التليفون، وكانت بتقول لوالدتها: أيوة يا ماما، والله زي ما بقولك كده، ريحة عرقه بقت صعبة جدا، وطريقة أكله تسد النفس، ده غير الشخير المزعج طول الليل. أنا مش بعرف أنام كويس، أنا مستحملاه بالعافية، بس نفسي حد ينصحه عشان مش عارفة أجيبها له إزاي. طب كويس بقى، بيقولي لبابا وهو يفهمه واحدة واحدة. حسيت إني اتجمدت في مكاني، وملامحي اتحولت من اندهاش لغضب كبير، غضب ما كنتش عارف إزاي أسيطر عليه. وفضلت أسمعها وأنا قلبي بيتقطع، ووقفت قصادها وقلت لها: بقى أنا فيا كل العيوب دي وإنتي ساكتة؟ قفلت روان المكالمة وهي متوترة وقلقانة بعد ما عرفت إني سمعت كل حاجة، وفضلت ساكتة. وأنا كملت كلامي وقلت لها: انتي وصل بيكي الحال تفضحيني، وتفضحيني حتى قدام والدتك بالشكل ده، وكمان عايزة باباكي يكلمني في عيوبي ويقولي ازاي اصلحها. ردت بكل برود وقالت لي: هو ايه يعني؟ هو انا بكلم حد غريب؟ دي ماما، وبعدين لما يعرفوا اكيد هيلاقوا حلول. قلت لها وانا مصدوم: ده انتي ما تحملتيش نقد والدتي ليكي، وساعتها عملتي حكاية تقومي انتي اللي مطلعة اسراري وعيوبي برا. ضحكت وقالت لي: يعني هو انت اعترفت ان تصرفك كان غلط عشان تزعل من تصرفي؟ وبعدين انت زعلان ليه؟ ده مجرد كلام يا سيدي بيني وبين امي، وانا هخليها ما تقولش لبابا. خلاص بقى ما تزعلش. قلت لها: انت هتجيبي كلامي عنك قصاد والدتي لكلامك عليا اللي انت قلتيه؟ على العموم انا مش هقدر استأمنك على نفسي مرة تانية بعد ما فضحتي عيوبي بالشكل ده. روان ابتسمت بكل هدوء وفتحت تليفونها قصادي وقالت لي: انا ما كلمتش ماما ولا حاجة، ما تقلقش، ده نفس اللي انت عملته معايا شهور وفاكره عادي ومش حوار. لما كنت في المطبخ مع والدتك ولقيتها بتتكلم معايا عن عيوبي وهي مش مائزة، حسيت وقتها اني مش مسطورة ومكشوفة قصادها، ما كنتش عارفة اعمل ايه غير ان امشي من قصادها. ولما عاتبتك قلتلي انك مش هتعمل كده تاني، وانا امنتك وصدقتك، لكن اكتشفت انك ملكش كلمة. وفي يوم وانت عندها كلمتك عشان اطمن عليك، وبعدها افتكرت انك قفلت وانا كنت هقفل، لكن سمعتك قبل ما اقفل وانت بتقول لها: اهي بتكلمني عشان تشوفني جيت ولا لسه، عشان كالعادة تطلب مني اجيب لها معطل للفم من الصيدلية وحبوب فحم، اصلها اليومين دول بتلخبط في الاكل شوية. وساعتها ردت والدتك وقالت لك: يا حبيبي يا ابني، ربنا يعينك. وفضلتوا تضحكوا وانا قلبي وجعني من كلامكم عني اللي بقى مادة خام عشان تتسلوا عليها. ورغم ان اللي عملتوه كان شيء صعب ان حد يتحمله، ويمكن اي ست مكاني كانت اخدت موقف وعملت مشكلة كبيرة، لكن انا قدرت انها والدتك وانك للأسف ابنها الوحيد وهي ربتك على كده. فقررت وقتها ان اخد حقي منك بنفس طريقتك وحسسك نفس الشعور، عشان تعرف معنى الوجع اللي بجد. انا ما عملتش غير اني خليتك تسمع صوتك بس بصوتي انا. انت كنت فاكر انك بتحكي لوالدتك عادي، لكن ما كنتش تعرف انك بتكسرني وبتصغرني قصادها. ودلوقتي اقدر اقولك اني انا اللي مش هقدر استأمن على نفسي معاك، ولا استأمن اني اقعد معاك تحت سقف واحد بعد النهاردة، وابقى احكي لوالدتك اني سبت البيت وقول لها السبب بالتفصيل وهتنسى. ودخلت روان تلم هدومها وانا واقف مكاني، واقف مش قادرة اتكلم بعد ما قالت كل اللي في قلبها، وحسستني قد اني ما كنتش راجل، وكشفت سترها بكل غباء مني. ورغم محاولاتي انها تفضل في البيت، لكن هي رفضت ومشيت الصبح على بيت اهلها. ما كنتش عارف اعمل ايه وقتها، اكلم والدتي احكي لها عشان تيجي معايا واحنا بنصالحها، ولا اتصرف لوحدي زي الرجاله. وتاني يوم لما اخدت خطوه ورحت عشان اجيبها، لقيت والدتي بتقولي: رايح على فين يا حبيبي؟ قلت لها: رايح مشوار وجاي تاني يا امي. وقتها استغربت وقالت لي: مشوار؟ مش عوايدك يعني ما تقولش رايح فين؟ على العموم روح وبعدين نتكلم.
ولما رحت عند روان لقيتها قالت لي بصوت واطي: قول لأهلي إنك كنت مسافر يومين في شغل، هما ما يعرفوش أي حاجة. حسيت وقتها إني مستور قصاد أهلها، وقضينا اليوم سوا بكل حب. وبعدها أخدت روان ومشينا على طول. قلت لها: انتي بجد ما قلتيش لحد من أهلك على اللي حصل؟ ردت وقالت لي: ومش هقول، أصلهم مش هينسوا لأني بنتهم، وطبيعي إنهم يزعلوا عشاني. حتى عيوبك ما ينفعش أحكيها ورا البيت عشان محدش يشوفك بنظرة مش كويسة. يا رب تكون فهمت يا خالد. قلت لها وأنا مكسوف من نفسي: فهمت، أنا آسف يا حبيبتي. ومن يومها وأنا ستر وغطى على روان، ومهما حصل ما بينا ما بحكيش لأمي أي حاجة. في البداية كانت متضايقة وحاسة إني متغير، لكن بعد كده اتعودت واتعلمت إن البيوت مش بتخرب بسبب العيوب، بتخرب لما بنكشف سترنا قصاد الناس، وإن مفيش حد مثالي من غير عيوب، وإن كل عيب وليه حل، بس إحنا نتكلم مع بعض بوضوح ونحاول نغيره ونشوف حلول. وافتكروا دايما إن الشخص اللي اخترتوه شريك لعمركم ما ينفعش يبقى موضوع كلامكم مع الناس، لأن أسرار البيوت لو خرجت الاحترام والحب بيخرج وراها.